أهلاً وسهلاً يا حبايبي في حلقة جديدة عميقة وصادقة لدرجة الوجع من بودكاست همسات كليو. النهاردة هنتكلم بصراحة، مش عن الحاجات اللي شكلها حلو، لكن عن الحاجات اللي وجعتنا واللي بالرغم من وجعها علمتنا نقوم تاني. مرحب بكم في همسات كليو، المكان اللي بنحس فيه بالحاجات اللي كتمناها سنين. هنا على الكنبة دي مفيش كمال، في بس الحقيقة اللي بين السطور، الرجفة، الكسرة والنفس بعد البكا. كنت فاكرة إن قصة سارة كانت النهاية، بس لأ، كانت البداية. لما اتولدت سارة ما جاش معاها بس الحياة، جابت معاها كمان كل اللي كنت بخبيه جوايا. السكوت اللي ولدت فيه بنتي هو نفس السكوت اللي تربيت فيه أنا. كنت بس من جوايا لسه البنت الصغيرة اللي تعلمت تعيش بهدوء عشان محدش يزعل منها. جسمي كان حر، بس قلبي لسه محبوس في الأوضة القديمة، الأوضة اللي البكا فيها كان خطر. في بنات كتير زينا عندهم رادار داخلي، بيحسوا بكل حاجة قبل ما تحصل، وده مش موهبة، ده دفاع عن النفس. لما تكبري في بيت مفيهوش أمان، جسمك بيبقى جهاز إنذار. تحسي بالغلط قبل ما يتقال، تفهمي الوجع قبل ما يبان، وده اللي الناس بتسميه إحساس عالي أو ذكاء عاطفي، بس الحقيقة ده خوف متعلم. ولما تكبري يبصوا عليكي ويقولوا دي قوية، دي فاهمة، دي ست حديد، بس محدش بيسأل هي ليه بقت كده أصلاً. كنت دايماً البنت المؤدبة اللي بتفهم، اللي بتسكت، اللي بتساعد الكل ومبتطلبش حاجة لنفسها. كنت بفتكر إن دي طريقتي أخد حب، بس كنت غلطانة. كنت بس بحاول أعيش. الأم النرجسية بتعلم بنتها إن الحب مش حق، إنه لازم تستحقه، تقدمي، تسكتي، ترضي عشان تتحبي، وتكبري وانتي بتدوري على نفس النمط، على نفس الوجع، بس بوش مختلف، لحد ما تفوقي وتفهمي إن الطيبة دي ما كانتش طيبة، كانت بقاء. القوة ساعات بتتحول لسجن، تبقي شايلة الكل بس محدش شايلك، تفهمي الكل بس محدش بيفهمك، تظهري قوية بس جواكي متكسرة. الناس تبصلك وتقول ما شاء الله دي قوية، بس محدش يعرف إن كل شقفة من قوتك مصنوعة من خوف. كبرت ودخلت علاقات تشبه طفولتي، كنت فاكرة إني لقيت الحب، بس اللي لقيته كان الإعادة مش البداية. الراجل اللي بيغرقك بكلام، اللي بيخلي كل حاجة تمشي بسرعة، مش دايما بيحبك، ساعات بس بيحب السيطرة. الاندفاع مش دايما حب، وسرعة الارتباط مش قدر، دي غالبا فوضى متغلفة على إنها قدر. ولما الموجة دي تهدى يبدأ التقل، البعد، الرسائل في نص الليل، وحشتيني، الفتاة اللي بيرموه عشان تفضلي جعانة، وساعتها تفتكري نفسك الغلطانة، بس لا، انتي مش الغلطانة، انتي بس مش لعبة. وقتها بدأت أبص ورايا على البيت اللي جيت منه. أنا قطعت علاقتي بأهلي مش من قسوة، من نجاة. ما كنتش عايزة أعيش حرب طول عمري، مش عايزة أفضل بنتي بتحاول تشرح نفسها لما كان عمره ما كان هيسمعها. أنا ما بكرههمش، الكره يعني لسه في إحساس، أنا ما عنديش إحساس ناحيتهم خلاص، بس عندي غضب قديم، غضب على اللي عملوه وعلى اللي ما عملوش حاجة عشاني. بس جوا الغضب ده في شكر إني ما طلعتش زيهم، شكر إني قدرت أحب غيري بطريقة هم عمرهم ما قدروا يحبوني بيها. أنا عارفة إن الكلام ده شكله غرور، بس بجد أنا فخورة بنفسي. أنا أم عظيمة، مش كاملة بس حقيقية. بحب بناتي، بسمعهم، بشوفهم، بديهم اللي كنت محتاجاه أنا. بابا كان شايفني عبء لأني خرجت من دايرته، ما بقتش محتاجة منه لا فلوس ولا إذن. وماما كانت شايفاني تهديد مش بنت، منافسة، كانت بتخاف من نوري ومن حريتي. كل مرة كنت أضحك فيها بجد كانت تغضب.
كل علاقة كويسة كانت تحاول تبوظها، مع أخواتي، مع جوزي، مع أولادي، حتى مع قرايبي. كانت بتحارب كل حب عندي لأنها معرفتش تحب نفسها. الأم النرجسية مش بتحب، هي بتمتلك، تخنق عشان تفضل محاطة، تكسرك عشان تفضل معاها. بس أنا قطعت السلسلة دي، وقفت الحرب مش بانتصار بس بصمت. السكوت أوقات أقوى من 1000 صرخة. أنا سبتهم مش لأني بكرههم، لكن لأني أخيراً حبيت نفسي أكتر. السلام مش إننا نرجع لبعض، السلام إننا نبطل نبرر نفسنا. أنا ما كنتش كتير ولا حساسة ولا درامية، كنت بس الوحيدة اللي لسه بتحس. الشفا مش رحلة لطيفة، دي ثورة هادية تبدأ لما تبطلي تكوني المنقذة، ولما تبطلي تستني الاعتذار اللي مش هيجي. تبدأ لما تختاري الهدوء بدل الدوشة، ولما تتعلمي إن الحب الحقيقي ما يطلبش منك تختفي عشان ترضي. أنا بطلت استخبى من جروحي، الجروح دي مش عيب، دي وسام، دليل إني عشت وكملت. النهاردة لما أبص في المراية ما بشوفش الست القوية، بشوف ست حقيقية، وقوية كفاية إنها تبقى طرية. أنا قوية مش لأني شلت الدنيا، لكن لأني عرفت إمتى أسيبها تقع. القوة مش في التحمل، القوة في إنك تبقي إنسانة. الحرية مش إنك تبعدي عن الناس، الحرية إنك تبقي مع نفسك من غير خوف، إنك تبطلي تطلبي حب من ناس ما تعرفوش يحبوا نفسهم. أنا مش بحارب عشان أتشاف، أنا خلاص بشوف نفسي. يمكن دي مش نهاية القصة، يمكن دي البداية الجديدة. الشفا مش هدف، هو طريق هادي حتى لو بيوجع. وبينما التغيير بيبدأ بهدوء، صوته بيعلو جوه القلب لما نسمح له يكون. وعشان كده عايزة أعرف منك، إيه اللي حركك النهاردة؟ إيه الفكرة اللي علقت في بالك؟ ولا الإحساس اللي رجع لك بعد سنين؟ اكتبيلي في الكومنتات.